التطاول اللي بيعمله، وبسبب الحوارات اللي بيعملوها، حاسس كده ان هو مش هيكمل. طيب انت دلوقتي المفروض تطلع وتتحدث عن الخسارة المذلة بتاعتك، ولا تتحدث عن المغرب والجزائر؟ لو عايز تتحدث عن المغرب والجزائر عادي، ده طبيعي جدا، العالم كله بيتحدث عن المغرب والجزائر. طلع وقال اني انا، طبعا ده كان اول بند يتكلم على الجزائر. طبعا قال لك ان انا اندهشت اندهاش تام لما شفت ملاعب المغرب ولا ملاعب اوروبا. الله، اقسم بالله كلام جميل جدا، وكلام يتحط له 1000 لايك. ولكن هو اشاد بملاعب المغرب، ثم اشاد بالمنتخب المغربي، قايل برضو منتخب عامل زي منتخبات اوروبا. كلام جميل جدا برضو، وكلام ينضاف له حاجات كتير، وكلام يبين ان انت مش زعلان على خروجك، بل بالعكس انت شايف اللي حصل ده كان يعني عادي بالنسبة لك، اللي هو اخش البطولة، احارب، اصمت لفترة معينة، ثم في الاخر مش قادر، خلاص هرجع، مش هكمل. وطبعا ما بيبقاش بمزاجك، انت طبعا خسران، وطبعا طلع بفضيحة مذلة، وطبعا لعبت وقت بدل ضايع، وطبعا لعبت ضربات جزاء وكل ده، وبرضو ال يعني مش عارفة الوقت، مش عارفة الحظ احنا عندنا هنا بيقولوا الحظ مش مساعيك. الحظ كان ليه قرار آخر، وخرجت خروج كان الكل عمال يقول يا رب تونس تكسب، يا رب تونس تبقى في مرحلة كويسة عشان تقدر بعد كده تقابل بقية المنتخبات اللي منتظرينها. ولكن هي خرجت، والله أعلم مصر هيبقى مصيرها ايه، والله أعلم الجزائر هيبقى مصيرها ايه، والله أعلم. يعني أنا الحاجة الوحيدة اللي ما بخافش عليها هي المغرب، بحيث إن ربنا حافظها يعني، فمش ما بخافش عليها عشان ربنا حافظها بس، لا، ده بعد ما ربنا حافظها هي المنتخب الوحيد اللي بتفرج على الكورة. انا عايزه اقول لك ان اقسم بالله من بعد بقينا نتفرج على المنتخب المغربي، أندية مصر دي ما بقتش، يعني ما بنشوف مثلا أي نادي من النوادي المصرية دي بتلعب كورة، ما بقتش المباراة ما بقتش تشدنا. ده انا وعائلتي، يعني مش انا لوحدي، المباراة ما بقتش تشدنا. الواحد برضو لما بيتفرج على مباراة للمباريات المنتخب المغربي بيحس ان هو بيتفرج على حاجة بلاي ستيشن. يعني بلاي ستيشن ده اللي هو من وحي خيالك، حاجة حاجة عظيمة يعني عظيمة. ولكن انا شدت بيها في حلقات اخرى، ولكن مازال برضو هشيد بيها في حلقات ان شاء الله قدام. بس دلوقتي مش موضوعنا، موضوعنا في خروج تونس وإقصاء تونس. بس دلوقتي الإعلام التونسي اللي طالع ويتكلم وحاطط قوي على لاعيبة تونس، وبيقول إن دي لعيبة كانت رايحة تهرج، ودي لعيبة ما كانتش رايحة تلعب، ودي لعيبة ما تشرفش منتخب تونس. طب لو كانت كسبت المنتخب، لو كانت كسبت المباراة دي، كانت هتبقى لعيبة كويسة، كانت هتبقى لعيبة تشرف، كانت هتبقى لعيبة ممتازة بالنسبة لك، أكيد بالنسبة لك كانت هتبقى لعيبة كويسة جدا 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 جدا. ولكن أنا ما بحبش الهجوم اللي ملوش لازمة، اللي هو ازاي انت بتهاجمني وانا يعني شايف الموضوع ابسط من كده واسهل من كده واحسن من كده، اللي هو الكوره مكسب وخساره. ما كسبتش يبقى هخسر، خسرت يبقى خلاص، اعمل ايه؟ فانت النهارده بتلعب، لعبت الوقت بتاعك اللي هو الطبيعي 90 دقيقة، ثم بعد كده وقت ضايع، صفر 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 صفر. ويوم ما جاب جون قبل ال90 دقيقة، طبعا اترد عليهم بجون آخر، فبقى تعادل. فالمباراة عمرها ما هتخلص تعادل، لازم حد يخسر عشان يطلع، عشان يتأهل للمجموعات اللي هي 16، ولازم حد يخرج. فالحظ ما كانش مساعد تونس خالص،
مع ان انا شايفه ان لعيبه تونس كانت رجاله بأمارة لما كانت المباراه الحارس المرمى بتاعهم كمان، يعني انا شايفه وكمان عايزه اشيد بيه، حارس عظيم جدا، وادى المباراة حقها جدا. وفي ال90 دقيقة لما دخل فيه جون، هو دخل فيه جون صعب بأمارة ان في ال90 دقيقة كلها ما دخلش فيه حاجة، ما دخلش فيه جوان. فلما دلوقتي انا اقول ان هو دخل فيه جون، لا كان ده جون صعب. وكذلك برضو في المقابل ان كان في جون تاني اخر دخل في المنتخب الاخر. بس هارد لك المنتخب التونسي. طبعا المنتخب التونسي آه، كان يستحق ان هو يتأهل، وكان نفسي بصراحة اشوف تونس ومصر. وطبعا النهاردة برضو كان عندنا السودان خرجت، ودي كانت كارثة برضو، لان احنا كده المنتخبات العربية كلها بتصفى من الصفاية. فهمها دي بقى، المنتخبات العربية اللي عندنا كلها بتتصفى كده. فتونس خرج، والله أعلم في مصر، واحد خايف عليها جدا، واحد مرعوب على مصر جدا، واحد قلقان عليها جدا. ولكن ربنا يحميها وربنا يحفظها وربنا معاها، لأن مصر بيجيلها أوقات كده بتبقى كده مرتبكة، اللي هو المنتخب المصري يعني، وبيبقى نازل اللي هو عامل زي الجزائر، مش نازل يلعب كورة، ده نازل يا اما يعمل شغب، يا اما عايز يركب ترند. لان هو عارف ان المنتخب المغربي من الاخر كده وفي اخر حلقتي مش هيسيب بطولة افريقيا غير لما يفوز بيها. واحفظ الفيديو واحفظ المقطع، وهتعرف فعلا 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 ان كلامي صح او هيبقى صح. وخلاص البطولة على وشك الانتهاء، ونعرف مين اللي هيتحالف له الحظ. بس انا من وجهة نظري انا بقول ان المباراة الاخرى لمصر هتبقى صعبة عليهم. ف هارد لك لتونس، ربنا مع المغرب ومع مصر.